يلا بقى يا قريبة منك ليها، تعالي تعلمي الوصفة دي ونفذيها. قشر التين الشوكي هنعمل بيه المشروع يكسب دهب زي ما انت شايفة كده. ازايز كتير جدا وكمان في لسه في الصينية. دي لقطات كده بس بسيطة، وتابع معايا الفيديو للآخر واشتراك ولايك حلو منك. بصوا الوصفة هايلة، انا ولا سرعت ولا جريت الفيديو نهائي. تابع معايا الفيديو. اول حاجه هتروحي بقى كده اللي بتاع التين الشوكي وتقولي له انا عايزه شويه قشر تين شوكي. هيقولك هتعملي بيه ايه؟ بس قولي له هعمل بيه وصفه هايله. انت من بعد كده مش هترميه ولا هتدولي كده ببلاش، لا ده انت هتكسب منه دهب، هتكسب منه الملايين فعلا. لان انتوا عارفين قشر تين الشوكي ده بيطلعوا منه زيت بيتباع بالدولار. المهم بقى عشان مطولش عليكم نقعد نرغي، هنحط بقى قشرة تين الشوكي كده في الحلة. بس خلي بالك لازم تبقي لابسه كيس او تفضي بالكيس على طول. وهنا حطينا قرنفل، وحطينا هنا اكليل الجبل هتجيبيه من العطار، وحطينا جوز الهند. ولو عايزه تحطي كبشة رز حطي، تبقى الوصفة هايلة. وحطينا برضو فصين توم، وبالشوكة كده اوعي تلمسيه بايدك. لو هو اسمه تين شوك يعني بصي بيأذي جدا بصراحة. وتسيبيه كده بقى على النار يغلي كده بقى براحته بالشكل ده. يغلي كده وينزل كل الزيوت العطرية بتاعته، وكل الزيوت بقى والفوايد بتاع قشر التين الشوكي والجوز الهند والثوم والإكليل الجبل والقرنفل. بجد فوائدهم عظيمة جدا ملهاش حصر. يعني بتنعم الشعر، بتفرد الشعر، بتقله، بتملى الفراغات، بتشيل القشرة، بتخلي الشعر يلمع ولونه يبقى جميل جدا. وعملت معانا كمية وفيرة جدا. بعد كده انت طبعا بعد ما بيغلي بتصفيه بيبقى بالشكل اللي انت شايفاه ده. عندك بقى اكليل الجبل بيغذي الشعر، بيقلل التساقط، بيمنع الشباب المبكر، بيقلل القشرة. والقرنفل بقى رهيب، بيحل مشكلة القشرة وبيمنع التساقط. وجوز الهند بيعزز نمو الشعر، بيزود كثافته. القرنفل تحفة. التين الشوكي بينمي الشعر وبيمنع التساقط وبيطول الشعر وبينعمه وبيفرده فورا. هنجيب بقى كده ازازة ونجيب قمع ونعبي بقى المشروع اللي هيكسبنا دهب. بصوا يعني ما شاء الله عبى معانا كمية ازايز مهولة، وفي الاخر الازايز خلصت كلها. واستعنا بقى وحطينا في ازازة بلاستيك. بس جميل جدا، بخاخات بقى كده. واشتغلي بقى في شعرك كل يوم. بصي الشعر عامل ازاي، ده كده على طبيعته، يعني مش مغسول ولا اي حاجة، هو ناشف على طبيعته. بصي في حالا فورا هتلاقي مفعول سحر. حبينا بقى ازايز كتير من الكلام ده. نشوف بقى انسب ازازة فيها بخاخة عدلة ونبخ بيها بقى الشعر. ولا وقفت الفيديو ولا سرعته ولا اي حاجة خالص. بصوا هتنبخي كده الشعر وتغلغليه في كل الفروة. تمسكي بقى الفرشة وتفردي الشعر. مجرد انتي بتفردي الشعر بتفرد معاكي بطريقة جميلة جدا. مش هتخسري حاجة، بالعكس هتكسبي دهب. حاولي تجربي الطريقة دي كتير. ده موسم التين، نستغل ان التين موجود، نروح عند اي حد عربية بتاعة تين شوكي تاخدي منه القشر وتعملي بنفس الوصفة دي. مكلفتناش غير 10 جنيه، ب5 جوز هند و5 اكليل الجبل. القرنفل عندك، ولو عندك المكونات كلها يبقى حلو جدا. بصوا جميل جدا وهتدعولي بجد عليها. يكفيني دعوة حلوة منكم. بصوا افتحوا كده الشعر، املوا كل الفراغات، وبصوا هتلاقوا الشعر حرير معاكي. طلع تين الشوكي ولا بيتاكل ولا بيتشرب بس، لا ده كمان بيتعمل بيه وصفة جميلة للشعر. معايا في فيديوهات كتير جدا هتعجبكم. احنا عملنا الفيديو اللي فات عصير التين الشوكي، وكان في ناس كتير جدا متعرفش فيه عصير التين الشوكي ولا لأ. والوصفة عجبتنا جدا وعجبت ناس كتير. اتمنى تجربوها وتتفرجوا على الفيديو، واشتراك ولايك وتابعيني.
هنا بقى بصي افضلي مشطش كده الشعر رايحة جاية، بصي زي ما انا، بصوا ما شاء الله فرد الشعر ازاي طويل عن مكان. بجد الوصفة رهيبة وتستحقي فعلا تجربة وتستحقي تطلع ترند. يعني اتمنى منكم كده ومن جمهوري كله طلعوا الفيديو ده ترند بكتر اللايكات. بصوا عملت معانا كمية قد ايه. شوفوا اشوفكم على خير.